خير عليكم، مرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم هذا الفيديو شباب بزاف هادي حرشه ولا مبسس، كل واحد كيفاش يقولها. هو تجي طريه ماشي كيما البسس دي فوا يجي كوم يكونش السميد شباب وتكون كاليتي شابه ويكون الزيت بزاف ولا الدهان يجي شويه هكا يابس. هذه شابه. دوك نوريكم بالطريقه بالعقل. غادي تجيبي الطاجين تاعك وبهذاك الطاجين تعرفي القرصه قداه تجيك. انا هنا درت 3 كيسان. راكم تشوفوا هذا الكاس اللي فيه الزيت، درت 3 كيسان تاع سميد وخليت شويه باش نبسس، ودرت نص كاس تاع زيت ونص مغرف تاع عسل والملح. اكدوا لي على العسل، العسل هو اللي يقتلها يجيبها بنينه. واذا ما كانش عندك العسل السكر شا غادي ديري؟ غادي تقضبي الماء والسكر وتخلطيهم في مليح وديرهم باش ما تجيكش يابسه وتجيك حمراء شابه، ما تجيكش يابسه مقرمشه. وهنا درت نص باكي خماره تاع كاطو، هذه اللي تجيبها لنا مفشفشه وتجيبها لنا طريه ومبسه وبليس تتكل، يعني اي واحد ياكلها. كيما انايا كي طيبتها كيما هكا تكلت عادي بالخف تكلت، ماشي كيما المبسس من يكون جاي معمر زيت يجي يقهم وتجي شويه يجي شويه يابس. هذه لا شابه جايه كيما دايره كيما الموسكوتشو. قلت لكم هنا 3 كيسان تاع السميد. انا هنايا الكميه تاع السميد اللي عطيتها لكم على حسب الطاجين تاعي باسكو فيها الخماره باش يكونوا على بالكم. هنا 3 كيسان تاع السميد ماشي معمرين غير شويه، و قلت لكم نص كاس تاع زيت ونص مغرف تاع عسل اللي يعني ديجا كمل اللي خدمتها في الدار، ونص خماره باكي تاع خماره تاع كاطو بسستهم مليح. وهنايا جبت الكاس الاول تاع الماء ودرت فيه شويه ما زهر طعفي تعطي الريحه قاعده تقلب في الكوزينه. ونبدا نخلط. هنا غادي نطلقوا لها الماء ماشي كيما تاع نبسس شويه ناشفه. هنا غادي تشوفوها جاريه غادي تقولوا ياه ما تخلعي موالي سيداتي. هذا الكاس الاول رانا لميناها به. هنايا الدور تاع الماء، هنايا كي ندير هنا درت 2 كيسان تاع ماء. الدور تاع الماء الحبه تاع السميد تتحل وتجي كما نقولوا تتشرب. هنا درت الكاس الاول وهنا غادي نزيد الكاس الزاوج غير بالتدقيق. هنا القوام اللي راني باغيه نديره، نبغي نخليها جاريه بزاف نخليها مطلوقه شويه. هنا شوفوا كيفاش جاتني هنايا مطلوقه بزاف جاريه. هنا راني نبدا نخلط غير باصابع اليدين. كون ما تفهميش الفيديو ولا عاوديه، غير باصابع اليدين نبدا هكا كيما من نخدموا المقروطه. شوفوا كيفاش جات هنا بهذه الطريقه. بهذه الطريقه البنات اللي راهي تبحر لهم في كي سورتو اللي يخدموا المقروط، بهذه الطريقه تعرفي السميد تاعك لا يشرب بالخف ولا لا. غير بهذه الطريقه ماشي ما كترجع كاع الهضره. بهذه الطريقه تشوفي اسكو السميد تاعك يشرب ولا بزاف ولا ما يشربش بزاف. انا السميد تاعي يشرب بزاف. هنا حطيتها مامبا 5 دقائق شربت. انا موالفه نخليها 10 دقائق ونخدم بها نورمال ونلقاها عاد شويه مطلوقه. بصح هذا السميد درت المتوسط نورمال اللي نديرو به نبسس، درت المتوسط. هنا خليتها مامبا واحد ما كملتش 10 دقائق. جبت الطاجين تاعي. هنا كنت عندي الزبده هذيك تاع برا تاع البقري هذيك شابه بنينه، دهنت بها الطاجين. نقول لكم نعاود لكم الكميه تاع السميد على حسب الطاجين. انني موالفه نخدمها وهذا ما يبغوا دارنا سورتو ما على فمها مسكينه وكاع المبسس ولات ما تقدلاش، وكي نكونوا مكترين فيه الزيت يجي يقهم. وخاطر اخوان ان شاء الله غادي نحط لكم الوصفه تاع المبسس ناجحه مليار ما فيها لا زبده لا والو ويجي شباب. قلت لكم هنايا قضبت الزبده ودهنت بها البلاط تاعي ولا الزيت. لا ما كاش عندك الزبده ديري الزيت، انا بغيت ندير الزبده صراحه. ودهنت قلت لكم الطاجين تاعي ودردرت بالسميد. دردرت بالسميد. هنا نسيت باش نقلع شويه سميد وندير في الطاجين من داك اللي قرصته. نسيت درت غير هذا السميد وجات شابه. هنايا هذه حطيتها للضياف صراحه. جاونا عندي ضياف عقست شندير، كان عندي تشاري كان عندي الكعك قلت نزيد معاهم كاش حاجه. الكعك هاد الوصفه تاع الكعك ما شاء الله يعني تقعد بالسيمانه ما يصرى لها والو. الحبه تاع الكعك تقعد كيما البونجا هكا خفيفه وشابه. اني ديجا حطيتها معكم في القناه. هنا شوفوا الطريقه اللي نخدم بها. نبدا الحبه تاع هذه العجينه نقعد ندور فيها على البسينه باش تتلم لي هذوك التشققات كاع يتبلعوا. كي يتبلعوا لي كاع داك التشققات غادي نقولها ونعاودها ما تعجني ما تعفلزيها ما والو، غير باصابع اليدين وكف يدك لميها. حطيتها هنا شوفوا بارد في بارد ما تسحقش لا نحمي طاجين لا والو.
قلت لكم ما با 7 دقائق خليتها قسمة تشربت، قرصتها. على بها نقول لكم الكميه نتاع السميد على حساب الطاجين. انا طاجيني هذا راني موالفه، هذه الكميه راني موالفتها في طاجيني. ها شوفوا هنا نبدا كي نقرصها نبدا نساوي. تبغيها رقيقه تبغيها طالعه شويه، انا نبغيها طالعه شويه باسكو ما تجيش معجنه، تجي شابه من الداخل، ما تجي لا معجنه لا يابسه، وتجي طريه وتجي مبسه وفيها الزيت، وتجي طايبه من الداخل ومن برا. روعه 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 صدقوني. حطوها للعزاز عليكم وما تحشموش. تبغي تقبيها تقبيها، انا ما تقبتهاش غير باسكو راني موالفه، قلت لكم موالفه نخدمها. ما هذا ما تبغي دارنا كاع صراحه يبغوها غير هذه. المهم عزيزاتي كي كملتها قرصتها رحت تمتم شعلت النار كما كتشوفوا حطيتها. شاوا كاينه حاجه طيب على نار ناقصه، ما تخليهاش تطيب على نار قاويه باسكو تتعجن الداخل وطيب برا تنحرق. خليها على نار ناقصه واحد لهكا، واحد 7 دقائق ولا 10 دقائق، ومن بعد زيدي لها النار باش تعطيك داك الاحمرار الشباب. شوفوا هنايا كيفاش بدات تطيب. هنايا هادوك الحواف تاعها يبدو يطيبوا باسكو لو كنت قلبيها ولا تخربي فيها وهي مازال ما طابش تتفتت لك. شوفوا ما دينا لا فقاعه تاع الخماره لا والو. جبت انا هاد البلاك هذه اللي نبغيها نموت عليها زعما كاع شاريه منه وهذه ما فوتهاش. ايا جبت هنا هاد البلاك تاعي دوك نقلبها وتشوفوا كيفاش طايبه. الحواف طايبين كلشي طايبها، بصح لازم يندهن البلا طاجين ولا وتندهن وديروا له دردروا السميد باه ما تلصقناش. شوفوا هنا كيفاش جات روعه 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 والله العظيم لا روعه. امنوا لك قعدوا بنينه طريه ومبسه يعني ما تخافيش منها. هنا كيما شفتوني كنت معمره لاتاي، وشوفوا لاتاي كيفاش داير. بزاف اخوات شافوا عندي في ستوري في الفيسبوك لاتاي كيفاش نخدمه. غادي نعطيكم الطريقه الصحيحه بلا هذاك سورتو تاع الميكسير. على بالك انا خلعت كيف شوفوا الرغوه اللي في الداخل. اذا خلات قالوا لي طلعوا لاتاي بالميكسير. زعما صراحه اول مره نسمعها وما شفتهاش وما دخلتش وما فتشتش عليها باسكو حاجه ما نديرهاش ما اقتنعش بها ما نحوش عليها. المهم هنايا شوفوا كيفاش طابت لي. جيت هنا نخدمها معاكم خواتاتي. خاصكم تطيب لكم على وحده. شوف تجي مقرمشه تجي بنينه بنينه يعني. غير جربوها هنا للقهوه تاع العشيه وردوا لي الخبر. تقطعوها نورمال ما تشدش معكم كاع الوقت. قاعد تشد لكم الوقت غير هذيك 10 دقائق كي تخليها تريح. شوفوا هنا كيما لتحت كيما في زوج الوجوه في زوج طايبين غايه. شوفوا كيفاش جات دايره. هنا تقدري ديري فيها فرماج، تقدري ديري فيها كونفيتور زبده. يعني انا غير كي كنت معجوله خدمت لكم كيما هكا بصح من بعد حطيت معها كاع زيت زيتون تاني تجي بنينه كيفاه. شوفوا هنايا تحطي فيها الداخل في الوسط اي حاجه وتاكليها كونفيتير ولا زبده هكا دهان شباب ولا عسل ولا فرماج. والسلام عليكم، تهلاو في رواحكم.